السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي اتم صحة واحسن حال. حبايب قلبي، هنعمل النهاردة طاجن الحمام. هنعمله بطريقة جميلة جدا وسهلة. عملنا الحمام قبل كده بالرز، وعملناه في الكيس الحراري، وعملنا صينية في الفرن، وعملنا صينية بطاطس. هنغير بقى النهاردة ونعمل الحمام في طاجن في الفرن. عايزة اقول لكم كان طعمه جميل جدا في الطاجن الفخار، كان ليه طعم تاني مودي الحمام في حتة تانية خالص. يلا بينا ندخل الفيديو نشوف عملنا الطاجن ده ازاي وحشينا الحمام بايه عشان يخلي طعمه احلى واحلى. بس قبل ما ندخل الفيديو تعالوا بينا نصلي على الرسول. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، سيد الخلق وشفيعي يوم الدين، حبيبي يا رسول الله. حبايب قلبي، أنا هنا معايا حمام، ومعايا كمان بصوا كده الحمام مغسول ومتصفي كويس جدا. معايا كمان الحشوة اللي هحشي بيها الحمام، مقطعة طماطم كده زي السلطة، ومقطعة برضو بصل كده، ممكن تقطعيه عشوائي جوانح اللي يريحك. ومعايا دي أرضية هفردها في ايه، في الطاجن. ومعايا كمان بصل بالشكل ده، ومعايا فلفل رومي، ومعايا توابل، معايا ملح وفلفل اسمر وبابريكا وسبع بهارات وتوم باودر وزعتر، ومعايا كمان مكعب ماجي ومعلقة عسل ومعلقة صويا صوص، معلقة عسل ومعلقتين صويا صوص. وهجيب كمان احط معلقتين زيت ومعلقتين خل. يلا بينا بقى نعمل كده الخلطة بتاعتنا ونشوف هتبقى مكونة ازاي وهنعملها ايه. عايزة اقول لكم الخلطة دي جميلة جدا، ممكن تعتمديها في المشويات عامة. يعني احنا ممكن دلوقتي نقول ان احنا هنشوي الحمام ده، بس هنشويه في الطاجن. ممكن انت تعملي الخلطة اللي انا بعملها دي وتعتمديها للمشويات عامة، لحوم، فراخ، اي حاجة تعجبك يعني. لان هي خلطة جبارة وطعمها تحفة وجميل جدا. هنحط بقى معلقتين كده صويا صوص، وبعد كده هنزل بمعلقتين خل ومعلقتين زيت. انا هجيبهم دلوقتي وهنزل بيهم، هقلب بس المكونات دي. وكمان هنزل بمكعب المرق وهقلبهم كويس جدا. وهبدأ انزل بمعلقتين خل ومعلقتين زيت. جربوا جربوا الخلطة بتاعتي النهاردة ديت، وعايزة اقول لكم لو جربتوها مش هتنسوها وهتعتمدوها في جميع المشويات بالنسبة لكم. جميلة جدا. بصوا هبدأ انزل هنا بمعلقتين خل ومعلقتين زيت بس. هقلبها تاني وهنشوف بقى هنعمل ايه بالخلطة بتاعتنا. انا قلبتها كويس جدا لحد لما فكت كده، وهاخد منها معلقتين وهقول لكم هنعمل بيهم ايه دلوقتي. وهننزل بقى بكمية الحشو بقى اللي احنا هنحشي بيها الحمام. هنغير بقى، بدل ما بنحشي رز او فريك، لا هنحشي المرة دي بصل وطماطم والخلطة الجبارة دي، علشان هو يعتبر ان هو حمام مشوي. هقلب بقى كده المكونات الخضار بتاعي ده، وممكن تقطعي فلفل رومي على فكرة معاهم يعني. بس انا يعني فضلت ان انا احط بصل وطماطم بس. جربيها كده هتعجبك جدا. هجيب بقى كده الطاجن بتاعي، وهبدأ انزل فيه بالخضار اللي انا مقطعاه كله. هاخد نص الخضار، نص البصل ونص الطماطم، وهاخد برضو نص الجزر ونص الفلفل، لان انا هعمل محشي. وهاخد برضو الحاجات دي هحطها، الخضار ده كله هحطه برضو في ارضية حلة المحشي، فعشان ما اقطعش تقطيعتين. وهاخد برضو كده نص الجزر ونص الفلفل. بصوا بقى، شفتوا معلقتين الخلطة اللي انا عينتهم على جنب، هبدأ انزل بيهم على الخضار اللي انا حطيته في الطاجن بالشكل ده كده. هقلب بقى الخضار دون بالشكل ده كده بالخلطة. عايزة اقول لكم تحفة. الخضار اتاكل والحشوة بتاعت الحمام اتاكلت، وكانت طعمها في منتهى الجمال. هبدأ احشي بقى كده الحمام بتاعي بنفس الخلطة دي. بصوا الجمال، تحفة، وكان طعمه جميل جدا. هاخد بقى حمامية حمامية كده وهبدأ احشيها بالخلطة بتاعتي. عايزة اقولك انت ممكن تحشي الحمام بنفس الطريقة دي وتخلصي حشوه، ما تسوهوش على طول. خليه في الخلطة دي ساعتين تلاتة، او من بالليل لحد تاني يوم. انا سبته حوالي ساعتين او 3 ساعات، وبعد كده سويته. كان تحفة.
بصوا اعملي بقى الحمامية كده، جميلة جدا. جربيه كده بنفس الطريقة وقولي لي ايه رأيك فيه. الحشوة اللي جوه دي كانت مسكرة فيها عسل كده، وكانت طعمها في منتهى الجمال. بصي الطريقة جميلة ازاي، جربيها هتعجبك ان شاء الله. خلصت كده حشو الحمام وخلاص كده. هبدأ انزل هنا بكوباية مية بس علشان تسويلي الحمام ويبقى مستوي كده وحلو. هجيب كده ورقة فويل وهبدأ اغطيه كويس جدا علشان البخار يسوي الحمام كويس. طبعا انا دلوقتي مشغلة الفرن وهدخله على الفرن على درجة حرارة 200. بعد ما يعدي، هو خد ساعة، بعد ما يعدي نص ساعة بالظبط عينت منه او ساعة الا كده. عينت الورق، ما بصيتش في الساعة، او بس انا كنت مظبطة يعني حاسة ان هو عدى يعني ساعة الا ربع او كده. عينت ورقة الفويل من عليه وغزيته كده بالسكينة، لقيته استوى، رحت عاينة ورقة الفويل من عليه وولعت له الشواية وطلع بالشكل التحفة الجميل ده. ايه رأيكم بقى؟ جميل جدا، طعمه كان تحفة، طريقة جديدة. وطاجن الفخار مخليه رايح في حتة تانية خالص. عايزة اقول لكم كان الحمام طعمه جميل جدا جدا جدا. هنفتح واحدة دلوقتي وهنشوفها مع بعض، وقولي لي بقى رأيك. ولو عجبتك طريقة النهاردة اضغطي لي لايك. بصوا الخضار اللي تحت، الحمام منزل الصوص بتاعه، بصوا جميل قوي. الحمامة سخنة طبعا، لسه مطلعاه من الفرن حالا. بصوا الدخان، بصوا لسه مطلعاه حالا، سخنة قوي على ايدي. بحاول كده افتحها لكم عشان اوريكم ان الخضار اللي جوه مستوي وطعمه في منتهى الجمال. انت ممكن كمان تحطي على الحشوه دي فلفل رومي زي ما قلت لك، او فلفل الوان، ممكن يخلي طعمه احلى واحلى. جربيها وان شاء الله هتعجبك. وقولي لي الفيديو بتاعي وصل لحد فين، وانت متابعاني من انهي بلد. حبايب قلبي، اتمنى ان النهارده طريقتي ووصفتي تكون عجبتكم. ولو عجبتكم اضغطوا لي لايك وشير وسبسكرايب للقناه. واللي اول مره يشوف قناتي ويشوف فيديوهاتي يشترك ويفعل زر الجرس علشان يوصلوا اشعار بكل فيديو جديد بننزله. اللايك يا حبايب قلبي، ما تنسوش اللايك يا روحي يا حبايب قلبي. استودعكم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.